السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهارده آخر من الآخر. ويبدأ الفيلم مع شاب بيشتغل تمثال في وسط المدينة، ويفضل واقف مكانه بالساعات ومش بيقدر يتحرك في اللحظة دي بسبب إن في متحول زومبي بيبقى واقف قدامه ومتنح فيه. بنعرف إن في ظاهرة غريبة حصلت خلت الناس تتحول لزومبي، ودلوقتي الوضع بقى بشع والمكان كله بقى عبارة عن جحيم، ووسط المدينة مليان متحولين زومبي واللي بياكلوا في البشر الباقيين وهم عايشين، والمكان كله غرقان دم وأمعاء بشر. وفي الوقت ده بيكون في متحول زومبي باصص للراجل التمثال الذهبي عشان يحدد إذا كان مجرد تمثال ولا بشر، ويفضل مكانه مدة طويلة. وفي الوقت ده الراجل المتنكر في شكل تمثال بيفضل يكتم نفسه لمدة أكتر من 5 دقائق، ولو فضل على الوضع ده أكتر من كده هيفقد وعيه في النهاية، ويا دوب يحاول يتنفس بالعافية من غير ما حد ياخد باله، بس جسمه بيخونه ومش بيقدر يتحمل أكتر من كده، ورجله بتبدأ تنمي وإيده بتترعش، وكل ده مناخيره بتاكله، زائد كمان إنه بيعرق من كتر القلق. فجأة مجموعة من الزومبي اللي جنبهم يمسكوا واحد، وصوت صريخه بيخلوا الزومبي المتنح في الراجل التمثال يتشتت وبيروح يهاجمه. وبعد مدة طويلة بيقدر ياخد نفسه أخيرا ويفرد رجله ويغير وقفته شوية. وفي الوقت اللي الزومبي بياكلوا فيه الراجل اللي مسكوه، الراجل التمثال بيستغل الفرصة ويقضي حاجته هو في مكانه. وفي الوقت ده الزومبي بيقطعوا في ضحيتهم، والدم والمصارين بيطيروا في كل حتة، لدرجة إن أعضاء الرجل بتوقع على كتف الراجل التمثال. وفي اللحظة دي الراجل التمثال بيجيب آخره بيعاني عشان يقدر يمسك نفسه من إنه يستفرغ، وفجأة خدوده بتتنفخ وبقه بيتملي بس بيبلع الاستفراغ قبل ما حد من الزومبي ياخد باله. جامد بعد اللي حصل، بس بيحاول يشتت انتباهه بحاجة تانية، لكن بيقرر يبص حواليه علشان يشوف باقي زمايله اللي جنبه في الميدان عملوا ايه، وبيلاقي ان المهرج بارتي للاسف منجحش بعد ما كان بيحارب ويقاتل متحولين الزومبي دول بكل طاقته، بس لسوء الحظ الزومبي اتمكنوا منه. اما بالنسبة للرسام باسكال هو كمان مقدرش يفلت منه، وكل اللي باين منه هو دراعه المتعلق على اللوح بتاعه. بس الراجل التمثال الفحمي واللي ماسك في ايده عربية يدوية بيبقى لسه ثابت في مكانه. ومش بس كده، ده كمان بيتحرك بالعربية اللي معاه علشان يبعد من المكان ده ويهرب، ولحسن الحظ بيقدر يبعد مسافة. والراجل التمثال الذهبي بيبقى فخور بزميله وفرحان انه قدر يتماسك لحد الوقت ده ويتمنى له النجاح. لكن في اللحظة دي اتنين من الزومبي بيظهروا بيكونوا بيتخانقوا على راس واحد، والراس بتقع منهم في العربية اليدوية بتاعت الراجل الفحمي، والراس بتبقى لسه بتتحرك. فالراجل الفحمي بيحاول يمسك نفسه بس في الآخر مش بيستحمل ويستفرغ قدامه، فالزومبي اللي حواليه بيلمحوه ياخدوا بالهم منه بيهجموا عليه بوحشية، وبيحاول يقاوم بس على الفاضي. في الناحية التانية الراجل التمثال بيشوف صاحبه وهو بيتقطع فبيبكي عليه، وفي الوقت اللي الزومبي بيكونوا مشغولين فيه تقطيع زميله بيقرر يستغل الفرصة ويهرب. فعلا بيستجمع شجاعته ويقول لنفسه إن هو مش هيتقتل على إيد الزومبي الأنجاز دول، وإن هو مش هيموت النهاردة. فبينط من على السلم اللي واقف عليه ورجله بتتني فبيصرخ من الوجع ويلفت انتباه كل الزومبي اللي حواليه. طبعا أول ما بياخدوا بالهم يروح وراه ويمشي على رجليه المكسورة ويستند على العصاية بتاعته، يدخل من شوارع مختلفة والزومبي بيبقوا وراه وبيلف في الشوارع علشان يشتت انتباههم، ويستخبى تحت سلم عمارة وخطته بتنجح، ويفرح إن هو ضحك عليهم وخدعهم. يقعد يرقص على أسلوب الرجل الآلي، بس هو بيلف يلاحظ إن اللي عمله ده لفت انتباه مجموعة جديدة وأكبر من الزومبي، وإنه مستحيل يقدر يهرب منهم. ويخلص الفيلم على كده. لو عجبكم الفيلم متنسوش تعملوا لايك